حقوق الإنسان كانت مؤمنة بأنني حبست ظلما، ولهذا السبب وافقت السلطات الصينية على إطلاق سراحي. الولايات المتحدة دولة ديمقراطية، وتحاول السلطات الصينية دائما أن تكون على علاقة طيبة مع الولايات المتحدة وأن تتفق معها على حل المشكلات معا. بالإضافة لهذا فإن أسرتي هنا، أسرتي جاءت إلى هنا. سيدة قادر، السلطات الصينية تقول أيضا بأنك تعهدت قبل سفرك بعدم القيام بأي نشاطات معارضة، ولكنك حنثت بالوعد، أليس كذلك مرة أخرى؟ لقد تعهدت لهم بذلك. أنا لم أقم بأي عمل مناوئ للحكومة الصينية، أطالب فقط بالحقوق الإنسانية لشعبي. ولكنك مع ذلك أنت تعتبرين الآن شخصية معارضة. Xitay hökuməti özüdən hüquqni tələb qılğan adamның hər qandığını düşmən deyə qaraydı ekan. Mən Xitay hökuməti bilan söhbətə kirişni o'tirg'i qoydum. السلطات الصينية تعتبر كل من يطالب بحقوقه الأساسية عدوا معارضا. لقد طلبت من الحكومة إجراء محادثات معها لحل مشكلاتنا بشكل سلمي وحل مشاكل الحقوق العرقية، وطلبت من الحكومة الصينية التوقف عن القبض على الأويغوريين وقتلهم، وطلبت منهم منحنا الحريات الدينية، وطلبت من الحكومة الصينية ألا تخدع العالم بوصفها الأويغوريين بالإرهاب. طلبت منهم حل هذه المشكلة. إنهم هم الذين يرفضون أنشطتي السلمية ويصفونني بالإرهاب ويعلنون هذا للعالم كله. Mrs. Kader, while in China you were a member of the House of Representatives. سيدة قادر، اللافت في سيرتك الذاتية أنك كنت عضوا في مجلس نواب إقليم شينجيانغ الذي يتمتع بالحكم الذاتي، وكنت أيضا ممثلة للصين في المؤتمر العالمي للمرأة، أي أنك كنت في صلب النظام الصيني. فلماذا قبلت بهذا الوضع في ضوء أحوال الأويغور السيئة على حد قولكم؟ البته Manga o'xshash 1% adamni tarbiyalab, bütün Uyg'urni shuning qo'li bilan bostırdı. بالطبع إنهم يستخدمون حوالي 1% من الناس في قمع الشعب. Lekin men uning tanlab olgan odamlarning ishida men uning degan gapiga unamadim. To'g'ri ish qil dedim, men uning do'stlik ko'katdim. يستخدمون شخصا مثلي لمحاولة قمع الأويغوريين. To'g'ri ish qil dedim, men do'stlik ko'katdim. قارن بالقوميات الأخرى التي اختاروها، ولكنني لم أقبل طلبهم. لقد طلبت منهم أن يعاملون بالطريقة الصحيحة كما حاولت أن أظهر ودي لهم. سألتهم لماذا تبيدون شعبي؟ لماذا لا تعاملونهم بمساواة؟ لماذا لا تمنحونهم حقوقهم وحريتهم؟ أخبرتهم أنه يمكنني أن أكون جسرا بينهم وبين شعبي، ولكن الحكومة الصينية بدأت تنزعج مني لهذا السبب. سيدة قادر، هل تقولين إذن بأن الإقليم الذي تسكنونه لم يشهد أي تنمية وانتعاش اقتصادي؟ نعم، تطورت المنطقة ولم يتطور الناس. تاشيول، زاوت، نيبت، غاز، منين خلقم ونن 1%'nin 0%'ını mı faydalanmaydı؟ هناك تطور في الطرق والمصانع والبترول والغاز، لكن شعبي لم يستفد ولا حتى بمقدار 1% من ذلك. إنهم يقومون بذلك لإطعام كل هؤلاء المهاجرين. إنني أطلب بصدق من ممثلي كل العالم الإسلامي أن يزوروا منطقتنا وأن يذهبوا إلى القرى والأماكن النائية وأن يعرفوا حقيقة أوضاعنا. سيدة قادر، أنت تقولين بأن المنافع التي نجمت عن التنمية الاقتصادية أعطيت لمن وصفتيهم باللاجئين، وهؤلاء اللاجئون في الواقع هم من قومية الهانجن وهم صينيون، أليس كذلك؟
Yerli Hansular 1949 yılı Besivaga vaxtida 2% kirgan. الصينيون المحليون جاءوا عام 1949 عندما احتلوا المنطقة وكانوا آنذاك 2%، ولكنهم الآن يمثلون 45 إلى 50%، وهذا لا يشمل الجنود والعسكريين. لقد خلقوا حالة من الفقر الشديد، فمنذ عام 2006 وحتى الآن اضطرت حوالي 300 ألف من فتياتنا ممن تتراوح أعمارهن بين 14 و20 إلى الهجرة إلى مناطق أخرى من الصين نتيجة الفقر الشديد. لماذا لا يوفرون لهم الوظائف في تركستان الشرقية، في إقليم شينجيانغ الأويغوري ذي الحكم الذاتي؟ لماذا نحن فقراء؟ إنهم دائما يدعون أنهم يهتمون بنا لأننا فقراء، لكن من الذي تسبب في هذا الفقر؟ لماذا لا يوفرون لنا الوظائف؟ لماذا يأخذون أرضنا؟ لماذا يأخذون ممتلكاتنا ولا يعاملوننا بمساواة في توزيع الثروة؟ سيدة قادر، في الوقت الذي تشكون فيه من التمييز العرقي والديني، إلا أنكم أنتم أنفسكم ترفضون التعايش مع قومية الهان الصينية المتواجدة بينكم. ألا تمارسون بذلك التمييز أنتم ضدهم؟ بالطبع أنا أود أن أتعايش معهم، إنني لم أقم بأي تفرقة ضدهم. لقد طلبت من الحكومة الصينية ألا تفرق ضد شعب الأويغور. إنني لم أقل أبدا إنني لا أود أن أتعايش مع الهن الصينيين. إنني دائما أود أن أعيش مع الصينيين بسلام، وأنا لست ضدهم. إنني أطالب بحقوق متساوية وفرص متساوية لشعبي. هذه مجرد دعاية تروجها الحكومة الصينية التي تقول إنني لا أريد أن أتعايش مع الصينيين. أنا لست ضد الشعب الصيني. سيدة قادر، أليست حقيقة الأمر هي أن المسألة هي مسألة تنافس اقتصادي بينكم وبين الهان لا أكثر ولا أقل؟ ديني زديات، اقتصادي زديات، ملي كمستش. المشكلة الدينية، المشكلة الاقتصادية والتفرقة العرقية، ملي كمستش. هذه هي المشكلات التي خلقتها الحكومة الصينية. سيدة قادر، ألم تستفيدي أنت شخصيا من حقبة الإصلاح والانفتاح في الثمانينيات، فتحولت في غضون 10 سنوات من سيدة فقيرة معدمة إلى ثامن أغنى شخصية صينية عام 1995 وفقا لمجلة فوربس الأمريكية؟ بالطبع لقد عملت بجد شديد واستعنت بقدراتي للتغلب على الكثير من الصعوبات. لو أنني كنت صينية لتضاعفت ثروتي 10 أضعاف ما كان لدي في ذلك الوقت. لقد حققت هذه الثروة على الرغم من مواجهة الكثير من العقبات. أنت تقولين إن السلطات الصينية تضطهدكم بسبب دينكم. كيف يتأتى هذا حين نسمع أن في أورومتشي عاصمة الإقليم وحدها حوالي 439 مسجدا؟ الصينيون يخدعون العالم كله بهذه الطريقة. ربما يكون هناك مساجد أكثر مما ذكرت أنت. كان هناك الكثير من المساجد الجميلة التي بنتها الحكومة الصينية، لكنهم سيطروا عليها بوضع الأشخاص الذين يثقون فيهم في هذه المساجد. أما الأئمة الحقيقيون فكلهم في السجن. أرجوك، لدي المزيد لقوله. أرجوك أن تذهب إلى هناك وتطالع اللوحات المعلقة أمام المساجد. إنها تنص صراحة على أنه من غير المسموح لأي شخص يقل عمره عن 18 الدخول إلى المساجد. من يعمل في الحكومة يطرد منها إذا صلى في المسجد. هذه السياسات معلقة بشكل علني داخل المسجد. الفتيات اللائي يرتدين غطاء الرأس يطردن أيضا من الكليات والجامعات. كيف تصفين الوضع الآن؟ هل هناك أي تغيير أو اختلاف الآن في ممارسة الشعائر الإسلامية بالنسبة لشعبك بين عهد ماو سي تونغ مثلا والوقت الراهن؟